مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. سنتناول اليوم آخر التطورات التي تحدث ضجة في شمال إفريقيا. لقد أعادت الجزائر العمل بنظام التأشيرات لمواطني المغرب، وهذا القرار يحدث موجات من ردود الفعل. فلنستعرض معا الأسباب التي أدت إلى هذه الخطوة الجذرية. تدعي وزارة الخارجية الجزائرية تورط المغرب في أنشطة تهدد الأمن القومي الجزائري، ويشمل ذلك الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والبشر والتهريب والهجرة غير الشرعية وحتى التجسس. ولم تكن هذه مجرد أقاويل، فقد تبعها اعتقال عدة أفراد من بينهم 4 مواطنين مغاربة في تلمسان بالجزائر، ويزعم أنهم كانوا جزءاً من شبكة تجسس. يمثل هذا القرار نهاية لما يقرب من عقدين من حرية التنقل بين البلدين، وتجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية بينهما مغلقة منذ عام 1998، لكن اشتراط الحصول على تأشيرة يعد تراجعاً كبيراً في علاقتهما المتوترة بالفعل. وقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية من الجانبين، فلطالما شهدت العلاقات بين المغرب والجزائر خلافات على مر السنين، ومن أبرز القضايا الخلافية وضع الصحراء الغربية. فبينما تطالب بها المغرب، تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الإقليم. وقد شكل هذا النزاع عقبة كبيرة أمام التكامل الإقليمي وأجج الخلافات الدبلوماسية. وليس هذا فحسب، فلم يرق للجزائر تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل مؤخراً، كما توجد مزاعم بدعم المغرب لحركة استقلال منطقة القبائل، والتي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية. أضف إلى ذلك اتهامات بالتجسس، وستحصل على مزيج يؤدي إلى تصعيد التوترات. إذن، ما هي تداعيات هذا القرار؟ من المتوقع أن يؤثر إعادة العمل بنظام التأشيرات على حركة السفر والتجارة والعلاقات الشخصية بين البلدين. ويتعامل البلدان الآن مع هذا الواقع الجديد، ويراقب المجتمع الدولي عن كثب أي علامات على تهدئة التصعيد أو مزيد من التدهور. إنه وضع معقد لا توجد له إجابات سهلة. كل ما يمكننا فعله الآن هو المراقبة والانتظار بينما تتكشف فصول هذه القضية. شكراً لمتابعتكم، وابقوا على إطلاع للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه القضية المتطورة. إلى اللقاء في المرة القادمة. اعتنوا بأنفسكم.